جاتنا فكرة ديال إقامة هذا المشروع، وهو عبارة عن مخيم سياحي غيكون إن شاء الله. الخدمات ديالو اللي كتقدم هي خدمات المبيت والأكل وجولات سياحية واكتشاف المناطق، عرض المنتوجات المحلية للإقليم. تبارك الله كاينين بزاف د الحوايج اللي مشهورة بها المنطقة ديالنا، وهذه مناسبة يعني باش تكون باش نعرضوا هاد المنتوجات المحلية، الصناعة اليدوية. تبارك الله كل شيء موجود. وفكرة يعني جاتني بحكم التجربة ديالي الحمد لله في المجال السياحي. يعني أنا كنت كندير منظمة رحلات بمختلف ربوع المملكة، وبالتالي فكرت قلت ولما لا، يعني المنطقة ديالنا أولى بيا أن باش كيسميتو يعني أصلا خصني نجيب الناس من داخل الوطن ومن خارج الوطن ومن كل بقاع العالم، لأن كاين ما يتشاف إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكاين امل كبير مع الله باش هاد المشروع ان شاء الله غادي ينال واحد الاعجاب للناس بزاف. واللهم لك الحمد، يعني الناس اللي كيجيو كيعجبهم الحال كيمشيو فرحانين نشطانين. دابا حنا عاد في البدايه، وان شاء الله مازال يكون بزاف د الحوايج اللي غادي يزدادوا في هذا المنتزه. حنا في البدايه ديالنا وماشيين مع المشروع بشويه بشويه ان شاء الله، وما يكون غير الخير. الكاباسيتي اللي عندي باش نستقبل الناس عندي ان شاء الله غادي تكون حتى 22 واحد، ومستقبلا ان شاء الله غادي يتزاد يعني 22 واحد. يعني عندي اسره بالغطاء ديالهم، يعني مرحبا بالجميع. ومستقبلا ان شاء الله غادي يزدادوا، غادي يكونوا شي حوايج جدادين حتى هما في المنتزه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاسمنه، يعني اسمنه جد مشجعه. يعني في الاول راه خصك دير اسمنه مشجعه باش الناس يشجعوك، باش الناس كيتشجعوا. وان شاء الله الرحمن الرحيم حنايا راه الاشارات للجميع وفي خدمه الجميع، ومرحبا بالجميع، واللي يجي عندنا كامل مرحبا به. هو كنتمناو الناس يجيو يزوروا المنطقه ان شاء الله بحول الله. منطقه كتزهر بالسدود ديالها، بالجبال ديالها، بالغابات ديالها ان شاء الله بحول الله. وسميتو كاين سميتو بوعدل تا هو عاوتاني سميتو ديال السياحه مزيان. واشي كاين كنتمناو الناس يجيو يكتشفوا المنطقه ان شاء الله بحول الله. منطقه مزيانه فيها، انا قلت لك كيما قلت لك كاين جبال، كاين صخور، كاين فهمتي الحاجه مزيانه الحمد لله كلشي مزيان. وبالنسبه للخدمات كاين مبيت، وكنديروا لي روندوني الناس اللي بغاو يديروا لي روندوني، وكاين جولات سياحيه الانسان اللي بغى يتمشى على رجلو شويه، اللي بغى يدخل السدود بالفلايك ان شاء الله بحول الله. وكاين كاين ما يكتشف الانسان ان شاء الله بحول الله. وحتى انا جيت فرحه حيت كنجي لهاد المنطقه، كنرتاح فيها، كنحيد لو ستريس ديال الخدمه ديال السيمانه كلها. شاك ويكاند تقريبا كنجيو. واللي كيزيد يفرحني اكثر في هذا الشيء هو ان المراه اللي واقفه على هذا البروجي، وبغينا نشجعوها ونشجعوا السياحه في المغرب، ونشجعوا نيه المنطقه ديال تاونات اللي هي منطقه جد مهمشه، وخا هي راه فيها ما يتشاف صراحه الله.